عايز تفضل طول عمرك تابع مش قائد؟ خليك مستني حد يجي يقولك هتعمل ايه. تخيل معايا كده انك واقف في محطة والمطر بينزل عليك وانت مستني حد يجي يديك المظلة. فالمغزى بقى من التخيل ده انك لو فضلت طول عمرك مستني حد يجي ينقذك عمرك ما هتبقى قائد. فاللي عايز يقود نفسه هو اللي بيصنع طريقه برجليه حتى لو في وسط العاصفة. وربنا قالها لك ووضحها لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني ببساطة انت المسؤول عن خطوتك الاولى، محدش يجي يشدك ويقول لك اتفضل طريقك مفتوح. وزي ما قال جون كوينسي if your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. فخليك انت البداية وخليك انت الشرارة اللي تشعل نار النجاح مش بس جواك، ده جوا كل اللي حواليك. واوعى تنسى الزعيم مش اللي الناس بتتبعه علشان خايفة منه، لا، الزعيم الحقيقي هي الناس اللي بتتبعه علشان بتحبه. ريلز اللي جاي مفاجأة، هيقولك على موقف بسيط بيحصل في يومك ولو فهمته صح هتبقى قائد. فاستناني ريلز اللي جاي، فاعمل لاف وفولو، سيب لي رأيك في كومنت عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل.